السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة جاية أكلمكم عن موضوع شائك، الناس دلوقتي كلها بيتكلموا معايا عليه، حتى المتابعين اللي بيخسوا بدأ يحصل لهم شوية لجلجة. دكتور العوضي الله يرحمه ويحسن من مثواه. آه، عمل نظام اسمه الطيبات. النظام ده هو منع فيه الفراخ، منع فيه البيض، حط فيه النوتيلا، وحط فيه المربى. تمام. والسكري السكر، حط السكر، وقال لك كل سكر براحتك، ما تاكلش فراخ، ما تاكلش بيض. طيب انا دلوقتي شايفه ان النظام دوت، احنا كلنا كدكاتره بنعتمد على الاكل اللي قالت لنا عليه منظمه الصحه العالميه، احنا كلنا ماشيين على قوانين، احنا بنجيبش كلام من عقلنا. دلوقتي الدكتور اتكلم عن نظام الطيبات ده وجاب كلام من عنده وحطه، وشويه ناس نازلين عاملين ترند عمالين يتكلموا عن الموضوع، واحنا كان عندنا سرطانات وخفت، احنا كان عندنا امراض ايه وخفت. الكلام ده كله هلس في هلس. البيض اثبتنا علميا ان هو ملوش علاقه حتى بالكوليسترول الضار، يعني كان زمان بنقول ما تاكليش صفار البيض اصله كوليسترول ضار، لا اثبتنا علميا انه ما هو ملوش علاقه اصلا بالكوليسترول الضار. الفراخ انا شايفاه من افضل وارخص مصادر البروتين الجيده، يعني عندك اللحمه غاليه قوي كبروتين، تمام، الفراخ اقل منها شويه، فالناس بتقدر تشتري فراخ 3 ايام و4 ايام في الاسبوع. هاجي اقول له اصل انت مش هتاكل فراخ، طب ما هو مصدر بروتين جيد. تعالى كل بقى البروتين النباتي، العدس والحمص، ما هو بروتين وكل حاجه وارخص، بس الجوده في البروتين النباتي اقل من البروتين الحيواني. وبعدين ربنا قال يعني ولحم طير مما يشتهون، يعني ربنا حللها لنا، احنا نيجي يا بشر نحرمها على نفسنا. انا مش فاهمه الكلام ده جه منين، ومفيش اي ابحاث علميه موثقه تثبت الكلام دوت خالص نهائي. انا ما اقدرش اقول لمريضه عندي بطلي تاكلي فراخ، ليه تبطل تاكل الفراخ؟ ده هي معظم الاسبوع اصلا بتعتمد في البروتين بتاعها على الفراخ عشان تبني عضلات، عشان تزود الحرق بتاعها. اقول لها بطلي بيض، طب ما هي هتفطر ايه؟ كل يوم هتفضل تاكل ايه؟ هتبطل بيض ازاي يعني؟ الناس اللي بتلعب جيم دي معتمده اصلا على البيض لانه بروتين عالي ممتاز جدا، وبيخلي الجسم بيبني عضلات وبيزود الحرق، وما شفناش حاجه وحشه من البيض والله عشان نبطله. تمام. اجي بقى اقول لهم معلش بقى تعالى، اصل انت هتفطر عيش توست بمربى وتحط واحد توست مربى وواحد توست نوتيلا، دي جريمه. انا دلوقتي ما اقول له ابدا يومك بسكر، هيحصل معاه حاجه من اتنين: المؤشر الجليسيمي هيعلى جدا، والسكر في الدم هيعلى، يبدا ممكن بعد كده يحصل له مع الوقت مقاومه انسولين. الدهون الزياده دي، السكر اللي في الدم ده بيتحول لدهون بتتخزن، فبيعمل دهون وهيزيد. تعالى بقى هو عنده قابليه ان يجيله مرض السكر، هيجيله سكر. تمام. هو بقى عنده سكر وبيقول لك اصل انا هخففك من السكر، فالسكر عنده هيعلى وممكن تحصل له نوبه سكر ويروح فيها اصلا. ازاي انا اعمل كده؟ ازاي ما انا مش فاهمه هادي انا ابدا بصراحه يعني. ازاي امنع الفراخ؟ ازاي امنع البيض؟ ازاي اقول للناس كلوا سكر؟ ازاي ده انا بمنع الناس من العيش وبقول الجلوتين ده بيقفل المعده، ده بيسد المعده، عباره عن فلاي كده، تبقى محتاجه اكل خفيف، خضار وبروتين، رز، النشويات البسيطه الجميله دي، ليه اديلها حاجات تكتمها كده بعيش؟ ليه عيش؟ ماله الخس نعمل بيه سندوتشات ممتاز جدا، بنحط فيه البيض وبنحط فيه الجبن بتاعتنا. كلي جبن زي ما انت عايزه، ما قلتلكيش ما تاكليش، بس بلاش بقى ناكل سكر. احنا مصدقنا منعنا المقليات ومنعنا السكر، وبدانا نعود الناس ان الحاجات ديت غلط، وبدانا نخليهم يكتسبوا عادات صحيه. مع الوقت بالراحه نقوم نيجي نقول لهم لا تعالوا، احنا كل الكلام اللي قلناه لكم دوت غلط، وارجعوا بقى كلوا يلا نوتيلا وكلوا مربى وما تاكلوش ولا بيض. هياكلوا ايه؟ ياكلوا ايه يعني؟ انا مش فاهمه بجد ياكلوا ايه.
انا معترضه جدا 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 على النظام. ارجوكم محدش يتبع النظام دوت نهائيا، لانه مش نظام صحي ومش موثق في منظمه الصحه العالميه، مش نظام علمي، ما تجربش على الفئران ولا تجرب على ناس وفعلا اتوثق في منظمه الصحه العالميه. احنا ماشيين تبع الهرم الغذائي والحاجات العلميه المثبته، هو دوت الصح، هو دوت اللي مع صحتنا. مش اي كلام يطلع ترند ناس عايزه تتشهر نمشي وراه ونسمعه. انا رافضاه رفض تام تام تام. واللي عايز اي نظام غذائي يمشي عليه ويفرق معاه فعلا في صحته يبعت لي في الكومنتس انا محتاج نظام غذائي بسعرات، بس يكتب لي وزنه وانا هكتب له السعرات بتاعته. وبالفعل ناس بعتت لي من الفيديو اللي قبل كده، ولسه ناس مكملين معايا تاني، وهخسسكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى لكم الصحه والعافيه، واتمنى لكم ان انتم ما تتبعوش اي نظام او اي ترند يطلع، لان في ناس بتطلع ترند عشان تكسب فلوس على حساب صحة ناس تانية، وده حرام.